الاخبار ديال فريق الفتح الرياضي اللي كما ذكرتي المستجد الهام اللي كان بالنسبه للفريق الفتح وهو المدرب الجديد البرتغالي ريكاردو فورموزينو. بالتالي الفتح كيمشي في الخط ديال مجموعه من الانديه اللي اختار المدرسه البرتغاليه اللي احنا كنعرفوا هذا الموسم هذا كاين واحد اكتساح كبير ديال المدربين البرتغال. بالتالي الفتح فهو راهن على هذا المدرسه. نذكروا بانه جاء المدرب البرتغالي باش انه يعوض الرحيل ديال المدرب سعيد شيبا اللي كنا تحدثنا في المراسلات السابقه على ان الفتح كيدرس السير ديال الذاتيه، وقلنا بان وصل الامر للتسعود ديال المدربين اللي تم يعني الدراسه ديال السير الذاتيه ديالهم، منهم اللي كانت عنده لقاء مباشره مع المسؤولين. في الاخير فبقاو جوج ديال المدربين اجنبي هو مغربي اللي في الاخير فتم من بعد يعني الدراسه ديال مجموعه من الامور حتى المواصفات والاهداف اللي باغي الفتح، شاف بان كتوالى مع هذا المدرب الجديد. الاخبار اللي عندنا المالي هو ان العقد ديال المدرب هو موسمين، يعني المدرب وقع الموسمين مع موسم اخر قابل للتجديد، وهذا الشيء غادي يكون على حسب الاهداف اللي تم التسطير ديالها مع المدرب البرتغالي، واش غادي ينجح في هذا الموسمين ام لا. وبالتالي على حسب يعني الاهداف وما حققه واش غادي يعني يلجا للفتح باش انه يمدد العقد ديالو. ولكن نحن غنتسناو شنو الاضافه اللي غيعطي المدرب جديد للفريق الفتح اللي كيران باش انه يعني يرجع الواجهه، خاصه في الموسم الاخير فكان تعذب شيئا خاصه في المرحله ديال الذهاب، وانتهى الامر في انه احتل المركز الثامن في الترتيب ديال البطوله الاحترافيه الاولى. اذا رهانات كبيره على المدرب الجديد. كاين ايضا حتى بالنسبه للطاقم التقني غيكون مقسم حسب الاخبار اللي عندنا، يكون معاه يعني اطار برتغالي وايضا تكون المرانه على الاطار المغربي. بالتالي هذا الشيء هو اللي كاين، وعاده ما الفتح هو لانه كيعطي الفرص للاطر المغربي حتى ولو كيجي مدرب اجنبي، ولكن دائما الفتح كيراد على الاقل يكونوا في الطاقم مدربين يعني مغاربه، خاصه شفنا في المواسم الاخيره كيستافد اكثر من ابناء الفريق. وبالتالي هادشي اللي غادي يعني غنتبعوه باش قبل ما يتم الحسم يعني في اعضاء ديال الطاقم التقني اللي غيخدموا مع المدرب اللي برتغالي اللي كما ذكرتي من غير يعني الكريتير اللي كانوا وضعوا المسؤولين ديال الفتح، فهناك عنده واحد التجربه يعني على المستوى الدولي، فخدم على مستويات وكذلك كما ذكرتي فخدم مع المدرب البرتغالي جوزي مورينيو. اذا اكيد ان غتكون عنده واحد الافكار جيده، خبره وتجربه اللي غيحاول انه يجسد على ارض الواقع مع فريق الفتح. واكيد ان حنا كنعرفوا الفتح من الانديه اللي دائما كتعطي واحد المساحه كبيره للمدرب، وايضا حتى الامكانيه كترصدها فهي امكانيات جيده. انا كنظن بان غادي يكون عند هذا المدرب هذا كاع يعني الامور اللي غيحتاجها باش ينجح في المسار ديالو، لا على المستوى يعني لا على المستوى الاستقرار التقني، لا على مستوى الامكانيات حتى التركيبه البشريه. فاكيد فغادي تكون عنده واحد النقطه اللي مهمه. وما ننساوش بان كانت عنده ايضا تجربه في البطوله المحليه يعني في البطوله الاحترافيه، فديجا كان دار الفريق اولمبيك خريف. اذا تم يعني كما تنقولوا طي الملف ديال المدرب الجديد بالنسبه للفريق الفتح، وايضا حتى بالنسبه للطاقم التقني اللي غادي ننتظروا باش يتم يعني الحسم فيه في ايام المقبله. تماما ابزاو. يعني غير واحد السؤال يعني بخصوص المدرب اللي كيف ما ذكرتي يعني عنده واحد المساحه في الفريق، يعني اللي بغينا نعرفوا اكثر يعني واش مع يعني التعاقد مع المدرب واش كتبدا يعني بدات كتبان المعالم ولا التوجه ديال الاداره في الانتدابات كيفاش غيكونوا الهويه ديال اللاعبين اللي غيكونوا مع الفريق؟ بالفعل ديال النقطه اللي كنت غادي نتحدث عليها هي ديال الميركاتو الصيفي. فالمدرب غتكون عنده واحد العمل كبير، لان غادي يوقف مع الاداره التقنيه على اللاعبين وعلى اللائحه اللي عند اللي الان اللي مطروحه عند الفريق واللي واجده، وايضا يتبع حتى مجموعه من المباريات باش انه يوصل يعني المستويات ديال الفريق اللي كاينه. الذي هو ان ما غاديش تكون هناك واحد الانتدابات كبيره، وهذا الشيء ايضا اللي طالب به يعني المدرب البرتغالي. كاين واحد اللائحه
اللي موجوده. وحنا كنعرفوا الاحترافيه ديال الاداره ديال الفريق، فهما ما بغاوش يديروا حتى شي انتداب قبل ما يحسموا المدرب جديد. كاين لائحه ديال بعض اللاعبين، وكاين ايضا لائحه اللي ممكن بعض اللاعبين اللي غادروا الفريق. وهذه النقطه هذه كما لحد الان ولو صفقه يعني تحسمات بالنسبه للفريق الفتح، ان الاداره كانت كتنتظر يعني التعاقد مع المدرب الجديد. والايام المقبله فاكيد غتكون هناك يعني انتدابات، ولكن الاخبار اللي عندنا هو ان ما غتكونش هناك واحد الانتدابات كبيره، لان الفريق كيران على الاستقرار ديالو. لحد الان كان لاعب واحد اللي كان غادر اللي هو ايوب مولوعه. وطبعا الاخبار اللي عندنا فالفريق غادي يحاول انه يبحث على مهاجم اللي من قيمه ايوب مولوعه. حنا كنعرفوا مولوعه هو الهداف ديال الفريق، وكان عنصر جد مهم. هو خرج الاحتراف مع نادي ابردين اسكتلندي. اذا الفتح ما بغيش انهم يكون هناك واحد الفراغ كبير. صحيح كاين اللاعب باسينغا، اللاعب اللي كان انتدبوا الفريق الفتح في هذا الموسم الاخير في الميركاتو الشتوي، ولكن ما كيوصلش القيمه ديال اللاعب ايوب مولوعه. اذا من الاهداف ديال الفريق في الانتدابات هو البحث على مهاجم على الاقل يكون يعني في القيمه ديال اللاعب ايوب مولوعه. هذا بخصوص يعني الميركاتو الصيفي. بالنسبه للانتدابات بالنسبه للانطلاق ديال التدريب، فالاخبار اللي عندنا ممكن في البدايه ديال الاسبوع المقبل فالفريق غادي ينطلق يعني في الاستعدادات ديالو باكاديميات الفريق بالعاصمه الرباط. وطبعا كما تعودنا على فريق دائما فهو كيجري معسكرات يعني هنا في داخل المغرب باش كيرفع من النسق ديال الاستعدادات ديالو. البرنامج اللي ان شاء الله غادي نوقفوا عليه يعني في الحلقات المقبله باش اننا نقدموا يعني الجديد اكثر ديال فريق الفتح فيما يخص يعني البرنامج ديال التدريب، وايضا حتى بالنسبه للميركاتو الصيفي، وكذلك الحسب الطاقم التقني اللي غادي يساعد المدرب الجديد البرتغالي ريكاردو فورميزيني. هذه هي من الاخبار المزيد بالنسبه للفريق الفتح بعد ما كان تعاقد مع المدرب ديالو الجديد. عوده اليك. شكرا لك عبد اللطيف ابجا على كل التفاصيل اللي كتخص فريق الفتح الرباطي، واللي كيف ما ذكرتي اهم نقطه هو يعني التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، اكيد والاعتماد على المدرسه البرتغاليه اللي تبنى يعني من مختلف الانديه الوطنيه واللي كيعتمدوا على مدربين برتغاليين. نتمنى ان التوجه ينجح ان شاء الله بدايه الموسم القادم، ونشوفوا نتائج والمنافسه يعني يطلع في السيزون الجايه بالنسبه لجميع الفرق الوطنيه.